تاثر في المجتمع اكتر من الايجابيات. مش كل حاجه نصور، غلط. في حاجه قلت لكم لازم نرجع لايام زمان، كبير عيله، كبير منطقه، كبير حاره، كبير محافظه، يحلوا المشاكل اللي زي دي. يعني واحد زي الاستاذ ملبسينه بدله راس، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اول حاجه فنانين كتير قوي زعلوا. عارفين زعلوا ليه؟ زعلوا ان الجمهور اترسخ في دماغه القرف ده، وما ترسخش في دماغه اخر حاجه اتقالت. تمام؟ اخر حاجه طلعت في المسلسل. تمام؟ زعل. واستاذ حسن النزاز علق على الفيديو وقال اللي احنا هنجيب حق الولد وده تهريج، من غير ما اعرف نيه استاذ حسن ايه. بس انا عارف ان هو زعلان ان حاجه حصلت، عمل درامي تم. العمل الدرامي اللي تم ده اللي هو كان ليه هدف، والمخرج تعب وممثلين كتير تعبوا عشان يوصلوا رساله معينه، ما وصلتش، وده اللي وصل، بدله رأس. تمام؟ يعني تعب ناس دمها اتحرق بسبب ان هي تعبانه عشان من خلال مسلسل ومن خلال عمل درامي اصلح حاجه في المجتمع، لقيت نفسها انها بوظت حاجه في المجتمع، طلعت يعني منظر زي ده. تمام؟ السوشيال ميديا برضه زعلانين. السوشيال ميديا اللي احنا بنستفاد منها تواصل وعلاقات، قرب الناس ببعض، بنعمل عليها ماركتينج، بنعمل عليها حاجات، بقت بتستعمل كده 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 ونعمل ترند. ناس قالوا ان اول ترند اتكلمت عليه بتاعت الفتاه اللي راكبه في مواصلات عامه. ناس على فكره قالت، انا ما بقولش ده، الناس هي اللي قالت لك ايه ده، البنت ممثله وعاوزه تصعد على القمه. ده الكلام اللي اتقال، انا ما بقولش ده الكلام بقى بيتقال. ما هو اي كلام بقى، ما هو الموضوع والف وعنعنه عنعنه. فاهم؟ ده البنت ممثله بس مش مشهوره فعاوزه تتشهر، فواحد ضايقها هي راكبه مواصلات عامه عشان تستفز الناس بقصد، عشان حد يديها تعليق فتمسك فيه فتعمل اللي هي عملته. ومين الضحيه؟ الولد.